النهارده هنبدأ بعض الآيات من سورة الحجرات في نص حق الآخر. طب ليه احنا اخترنا الآية دي بالذات في المنهج؟ قال لك إن الآية دي بتوضح العلاقات بين البشر. إزاي أنت تتعامل غيرك؟ إزاي تتعامل مع اللي حواليك؟ فبدأت الآية بأسلوب مؤكد. قال لك إنما المؤمنون إخوة. بيؤكد أن جميع إخوة لابد أن نعامل بعضنا بعض كمعاملة الإخوة. هل أنت ترضى أن أخوك حد يشتمه؟ أخوك حد يضربه؟ أخوك حد يأذيه؟ بالتالي أنت لازم تتعامل هكذا إخوة، لا تأذي حد ولا تشتم حد ولا تتخانق مع حد. قال لك إنما المؤمنون إخوة. إحنا قلنا إنما ده أداة إيه؟ تأكيد، صح؟ طب المؤمنون هنا تعرف إيه؟ اسم إن. ها؟ لا إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون هنا تعرف إيه؟ مبتدأ. لأن اللي بيجي بعد إنما على طول مبتدأ. اللي بيجي بعد إنما على طول إيه؟ لأن ما لما بتخش على إن تبطلها. قال لك إنما المؤمنون إخوة. كلنا إخوة. طب ماشي يا رب. نعمل إيه؟ قال لك فأصلحوا بين أخويكم. لما تقابل اتنين صحاب اصلح بينهم. لما اتنين يتخانقوا اصلح بينهم. ما تاخدش دور الموقعاتي او تروح اوبا يا عم اللي هو بيسخن الناس مع بعضيها. لا، قال لك فاصلحوا بين اخويكم. اخويكم هنا تعرف ايه؟ فاصلحوا بين اخويكم مضاف اليه، لان بعد الظرف مضاف اليه برضه، دي قاعده ثابته. يعني لما اتنين صحابه اتخانقوا مع بعض اصلح بينهم. اتنين صحابه بيأذوا بعض اصلح بينهم، مش توقع بينهم. خلي بالك لما توقع بينك يعني اتنين صحاب توقع بينهم، ده امر خطير جدا ممكن يوديك للهلاك. لان ربنا سبحانه وتعالى ده امر فاصلحوا بين اخويكم. طب ايه تاني يا رب؟ قال لك واتقوا الله لعلكم ترحمون. لازم تطيع الله. كيف نصل الى تقوى الله؟ تنفيذ اوامره ونواهيه اللي هو الطاعه. تقوى الله بطاعه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال جميعكم كاسنان المشط لا فرق بين عربي واعجمي. ما ايه الفرق يا رب؟ قال لك الفرق هو تقوى الله، طاعه الله. يعني اللي يفرق بيني وبينك مش شكلي ولا فلوسي ولا اي حاجه في الدنيا. اللي يفرق بيني وبينك هو تقوى طاعه الله سبحانه وتعالى. طب يا رب انا عايز رحمتك، عايز احصل على رحمتك يا رب. ازاي اوصل ان انا افوز برحمه الله سبحانه وتعالى؟ قال لك لن يفوز برحمه الله الا كل انسان طاقي هيطاع الله سبحانه وتعالى، يتقي الله سبحانه وتعالى، يطيع الله في اوامره ونواهيه. ما انت لما مثلا عايز هديه من باباك او مامتك يقول لك انجح واديك هديه، اسمع الكلام وهسفرك. ربنا سبحانه وتعالى هتفوز بالجنه، هتفوز برحمه ربنا امتى؟ لما تطيع الله سبحانه وتعالى. اوعى تفتكر ان انت تبقى عاصي وربنا هيديك رحمته او ينقذك من اللي انت فيه او ينقذك من النار او ينقذك من الهلاك. لن ينقذك الله سبحانه وتعالى الا بعملك، بتقواك، بطاعتك لله سبحانه وتعالى. بعد كده الله سبحانه وتعالى نادى يا أيها الذين آمنوا. النداء في القرآن الكريم لثلاثة. يا أيها الذين آمنوا يبقى محدد اللي آمنوا بالله سبحانه وتعالى بس، وده فيه تعظيم وتكريم للمؤمنين ودي حاجة ثابتة. يا أيها الناس، كل الناس اللي آمنوا واللي ما آمنش، ودي غرضها التنبيه. يا أيها النبي يبقى بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لك يا أيها الذين آمنوا، فيها تعظيم وتكريم للمؤمنين. خلي بالك لو ركزت في جميع القرآن أو تعمقت فيه هتعرف إن بعد أداة النداء لازم يجي أمر أو نهي. لازم. لأمر مهم جدا، لنهي مهم جدا. قال لك يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب،
تقبل بعد النداء انك هتستوعب امر مهم او نهي مهم. قال لك لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. الله. الله سبحانه وتعالى نهانا عن السخريه. طب احنا بنسخر من بعض يوميا، يوميا نسخر من بعض. طب السخريه دي هتودينا ايه؟ للنار. لان ربنا سبحانه وتعالى قال لك لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم عند الله. في يوم من الايام الرسول كان ماشي مع الصحابه، وصعد رجل او احد الصحابه يسمى سعد عشان يجيب تمر من النخل، فرفع الجلباب وصعد. كانت رجليه رفيعه قوي، ارفع من صباعنا كده، رفيعه جدا. فالصحابه قعدوا يهزروا معاه، يسخروا منه. هو متقبل والصحابه بتهزر، مش قصدها تريقه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وشه احمر احمرار شديد. قال لك لم نرى الرسول يغضب مثل هذا، زي ده او زي كده. فتركهم وراح، فراحوا وراه: يا رسول احنا بنهزر مش عايزين حاجه. قال لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم. عارفين قدم سعد يوم القيامه اثقل من جبل احد في الميزان. اللي انتوا بتسخروا منه ومن قدمه ده، قدمه بس اثقل من جبل احد في الميزان. وكيف تسخرون من رجل عظمه الله وقدره الله. ده دليل ان احنا ماشيين في طريق احنا مش فاهمين رايحين فين او جايين منين. قال لك لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. طب هو ذكر قوم صح؟ ما ذكرش رجل، ثم ذكر نساء. هو ليه حدد نساء؟ قال لك القوم هو رجل وامرأة، بس الأغلبية بتكون رجال، لأن الرجال هي بتكون سادة القوم أو تمشي في القوم. النساء لأن النساء هم كثيرين أو هم كثيرون السخرية. لا تجد مقعد أو جلسة نساء إلا لما فيه سخرية. فربنا حدد، قال لك ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. طب يا رب بس كده؟ قال لك لا، ولا تنابزوا بالألقاب. محدش يطلع اسم على صاحبه، أو محدش يطلع اسم على صديقه يكرهه. يعني احنا دلوقتي بقينا كلنا بننادي بعض الأسماء، بعض الألفاظ اللي طلعناها على بعض، وما نعرفش إن ده حرام، وما نعرفش إن ده معصية، وما نعرفش إن ده منكر. قال لك ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني أسوأ حاجة ممكن تعملها، بئس يعني حاجة سيئة، إنك تطلع على حد لقب أو اسم غير اسمه اللي مسجل بالإسلام. طب يا رب أنت قلت لي لا يسخر قوم من قوم، وقلت لي لا تنابزوا بالألقاب. طب يا رب أنا بعمل ده، إيه الحل؟ الحل إن أنا أتوب، الحل إن أنا أستغفر ربنا سبحانه وتعالى. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لك ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. اللي مش هيتوب عن الكلام ده، اللي مش هيتوب عن المعصية، اللي مش هيتوب عن السخرية، اللي مش هيتوب عن التنابز بالألقاب أو نقل الألقاب أو خروج اسم لصديقك لا يحبه، هو اللي ظلم نفسه. طب ليه ظلمت نفسك؟ لأنك في النار. ولما تقف قدام ربنا ويحاسبك، هيحاسبك ازاي؟ انت كنت بتسخر من فلان، فتقف انت وفلان، فيقول الله سبحانه وتعالى لفلان اللي انت بتسخر منه هل تسامحه ام لا؟ اذا كان يكرهك فيقول لا يا الله، مش مسامحه، فيقول الله فلتأخذ حسناته، فيأخذ كل حسناتك. وإذا كان يحبك قال يا رب أسامحه، أنا سامحته، فيقول الله بمسامحتك تأخذ ضعف حسناته.
وتعلو مكانة في الدنيا، مكانة في الآخرة في الجنة، نتيجة إن أنت رحيم مسامح. أما عبدي قد أخطأ ولا بد أن يحاسب، فتتحاسب سيئة واحدة. فأنت بتحط نفسك في طريق إنك ممكن تدمر نفسك وتخش النار عشان تسخر من حد. احنا دلوقتي بقينا العالم كله ما بنضحكش إلا عن طريق السخرية، وما بنضحكش في مسرحية غير فيها سخرية، وما بنضحكش في فيلم غير فيه سخرية، مع إن ربنا سبحانه وتعالى قال لك لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. طيب، قال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا، نداء أيضا للمؤمنين، صح؟ في تعظيم وتكريم لإيه؟ أعرف إن بعديه أمر أو نهي ومهم جدا. قال لك اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الظن هو الاعتقاد الخاطئ. يعني أنت لما تعتقد إن ده أذاك أو ده اتكلم عليك أو ده شتمك وده ما حصلش، فممكن توقع نفسك في معصية، في اسم. إزاي؟ طب ما أنا معتقد إن ده اتكلم عليا، صح؟ إن ده شتمني، صح؟ فبالتالي هكرهه، فخدت معصية، خدت اسم. بالتالي هشتمه، خدت معصية، خدت اسم. بالتالي هتخانق معاه، خدت معصية، خدت اسم. عشان كده قال لك اجتنبوا كثيرا من الظن. بص بقى، عشان تعرف ان القرآن الكريم كل كلمة محسوبة، كل كلمة بميزان. قال لك ان بعض الظن، ما قالش ان كل، قال لك ان ايه؟ بعض. يعني في حاجة هيبقى صح وحاجة هتبقى، يعني ممكن تظن ظن صح وممكن تظن ظن غلط. فانت اجتنب الظن، اتأكد الأول قبل ما تعمل أي حاجة. اتأكد قبل ما تجادله أو تناقشه أو تأوحه أو تكلمه. تأكد هو اتكلم عنك أو ما اتكلمش، ذكرك أو ما ذكركش. قال لك يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال لك ولا تجسسوا. الله، لا تجسسوا أن لا يتبع أحدكم غيره. احنا بنشوف في كل المكان موجود، استنى كده اسمع هما بيقولوا ايه، استنى كده اسمع هما بيتخانقوا بيعملوا ايه، طب استنى اشوف دول، وتلاقي ناس بتتصنت على بعض. ربنا نهانا عن التجسس. قال لك ولا تجسسوا لا يتابع احدكم احد. خليك في نفسك، خليك في حالك. انت مالك ده عمل ايه او سوى ايه او بيتكلم ايه. نلاقي مثلا الجيران تحط ودنها في الشباك او في الباب تسمع جارتها في ايه او بتعمل ايه او بتقول ايه او بتتخانق ليه. يا عم انت مالك، وتخليك في حالك. ربنا نهانا عن التجسس، ملناش علاقه، خلينا في نفسنا بس. هو انت هتتحاسب بعملك ولا بعمل غيرك؟ بعملك، ليش دعوه ده عمل ايه. خلينا في نفسنا بس. طب انا اتجسست خدت ذنب، اخش بيه النار ليه؟ يا عم ليش دعوه بالناس، خليني في حالي. قال لك ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة إنك تتكلم عن حد وهو مش قاعد. يعني مثلا واحد مش قاعد معانا دلوقتي أقول ده عيل رخم، ده لطخ، ده كذا ده كذا. دي غيبة، إنك شتمت حد أو اتكلمت عليه كلام وحش وهو مش إيه. خلي بالك، الغيبة أنت ممكن تتكلم عن حد كلام حلو، دي مش غيبة. الغيبة إن حد مش قاعد وأنت تتكلم عليه كلام إيه؟ وحش، دي اسمها إيه؟ غيبة. طيب، في يوم من الأيام الرسول، عارفين رحلة الإسراء والمعراج اللي قلت لكم اقروها؟ الرسول خد البراق وطلع في السماء. طبعا شاف سيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف. المهم في يوم من الأيام وهو طالع إحدى السماوات شاف ناس عمالة تقطع بطنها بالدود وتاكله. عمالة تقطع بطنها بدودها، يعني بطنها ميتة وبدودها وتاكلها بالدود. فالرسول صلى الله عليه وسلم اشمئز، يعني اتخض أو اتضايق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا جبريل
من هؤلاء؟ مين دول؟ قال جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء من اختابوا في الأرض يا رسول الله. دول أهل الغيبة اللي بيقعدوا يتكلموا عن الناس وهم مش قاعدين. فقال يا جبريل ماذا يفعلون؟ ليه بياكلوا بطنهم وأمعائهم بالدود؟ قال لا، قال جبريل يا رسول الله ألم يقول الله سبحانه وتعالى ولا يختب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ربنا قال لك إنك لو اختبت حد كأنك بتاكل لحمه إيه؟ ميت كرهتموه، يعني أنتوا كارهين ده، أنتوا كارهين إيه؟ فربنا هيخليك تاكل لحمك وهو ميت يعني بدوده وانت مش عايز، بس ايدك بتتحرك لوحدها، بقك بيتحرك لوحده. انت يوم القيامه لا تتحكم في جسمك بيتحرك لوحده، خلاص انت فقدت التحكم في جسمك. فانت لو اختبت حد او اتكلمت عليه او نميت عليه وهو مش قاعد بتعتبر غيبه. وربنا سبحانه وتعالى قال لك ولا يختب بعضكم بعضا، وحذرك من اللي هيحصل. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هتعملوا ده لو اختبتوا كأنكم بتاكلوا لحمكم ميت بدوده. فخلي بالكم من الحتة دي، أخطر الأشياء وأخطر الذنوب هو الغيبة. ما تكلمش عن حد وهو مش قاعد خالص، لا تذكره إلا بالحسن. ثم قال لك إيه؟ إن الله تواب رحيم. ربنا سبحانه وتعالى هيتوب عليك، وإن ربنا سبحانه وتعالى رحيم. فالحق توب عشان يرحمك الله. لو تبت فالله رحيم. وربنا سبحانه وتعالى أكد وربط التوبة بالرحمة، إن الله تواب رحيم. لما هيتوب عليك هيرحمك، لكن لو ما تابش مش هيرحمك. فحاول تفوز برحمة ربنا سبحانه وتعالى إنك تتوب على اللي أنت بتعمله، وإنك ترجع وتعمل حسنات. قال لك يا أيها الناس. هنا احنا بنتكلم بقى الناس كلها، ده تنبيه بقى، مفيش يا أيها المؤمنين، ده يا أيها الناس، أو يا أيها المؤمنون، يا أيها الناس. نعم يا رب، يا أيها الناس. نعم. حد فيكم سأل نفسه قبل كده هو ليه ربنا خلقنا أشكال مختلفة وخلقنا لغات مختلفة؟ وليه ربنا خلقنا ذكر وأنثى؟ ليه مش أنثى بس أو ذكر بس؟ قال لك يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للبشر عموما إن إحنا اتخلقنا من آدم وحواء. فالناس اللي شايفين نفسهم أحسن مننا، إحنا من أب واحد وأم واحدة. المجتمع اللي شايف نفسه أحسن مننا، إحنا من أب واحد وأم واحدة، مفيش فرق بيننا، إحنا متساويين. أفضلنا عند الله وأتقانا، أكثر طاعة لله سبحانه وتعالى. فمفيش فرق بين البشر. فربنا سبحانه وتعالى بيوضح إنك لازم تتواضع لله سبحانه وتعالى. فبينبهنا يا أيها الناس، هنا بيخاطب الناس عموما. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من أب واحد وأم واحدة، آدم وحواء. طب بس كده يا رب؟ قال لك لا، وجعلناكم شعوبا وقبائل. يعني ربنا كان قاصد إن يخلينا مجتمعات ولغات مختلفة من أيام سيدنا إسماعيل عليه السلام. وجعلناكم شعوبا وقبائل. طب ليه؟ قال لك لتعارفوا، عشان تتعارفوا مع بعض، عشان تفيدوا بعض، عشان تكملوا بعض، عشان تساعدوا بعض. ربنا خلقنا شعوب وقبائل عشان نقوي بعض. ده عنده حاجة مختلفة عن دي يقويها، وده عنده حاجة مختلفة عن ده يقويها. ربنا ما خلقناش عشان نحارب بعض، عشان نقتل بعض، عشان نموت بعض، عشان نسرق بعض، عشان نأذي بعض، مش عشان نبين ان انا احسن من المجتمع دوت فدمره، مش عشان اخد خيرات دوت اقتله. ما خلقناش كده. هو خلقنا عشان نتعارف، عشان نساعد، عشان نتعاون، عشان كلنا نبقى ايد واحده. وقال لك من ذكر وانثى، من ادم وحواء، يعني احنا اخوات.
ما ينفعش نأذي اخواتنا، فما نأذيش بعض. وتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. افضل حد عند الله هو اكثرنا طاعة لله. فانت ممكن تقول ايه؟ ده فقير، انا غني. ممكن الفقير ده احسن منك عند ربنا. ممكن الفقير ده في الجنة وانت في النار. ممكن الفقير ده عنده علم مش عندك. ممكن الفقير ده افضل منك مكانة عند الله. لما الصحابة سخروا على سعد، الرسول غضب وقال قدماه اثقل من جبل احد في الميزان. تخيلوا كان فقير سعد وكان رفيع، لكن رجلين رفيعة اثقل من جبل احد. ممكن عارفين ليه؟ قال لك عشان مشي برجليه في الخير كتير، عشان حارب كتير للدفاع عن الله وعن رفع راية الإسلام. عشان كده إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكثرنا طاعة لله. إن الله عليم خبير. النهاية دي بتوضح لنا حاجة مهمة، إن ربنا سبحانه وتعالى عالم بكل حاجة إحنا بنعملها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ظاهرة أم مخفية، عالمها. وخبير، عنده حكمة، قادر. لكن ربنا بيتعامل بحكمة. ممكن انت بتعمل معصية دلوقتي يهلكك، لكن ربنا عنده حكمة. ايه الحكمة؟ لما يجي يحاسبك يوم القيامة هيقول لك انت عملت كده، فانت هتقول له يا رب كنت تديني فرصة ان انا اتوب. فيقول لك اديتك فرصة واثنين وثلاثة، وارسلت لك علامة وعلامتين وثلاثة، ونورت لك طريقك مرة واثنين وثلاثة، يا رب ما حصلش. هيقول لك لا، فاكر يوم كذا الساعة كذا مستر كذا نبهك عن الغيبة، عن النميمة، عن السخرية؟ ما دي إشارة، دي علامة. فاكر يوم كذا سمعت خطبة كذا، فاكر يوم كذا صاحبك قال لك كذا، فاكر يوم كذا باباك نصحك بكذا، فاكر يوم كذا مامتك قالت لك ونبهتك بكذا. ما دي علامات، ما دي رسائل من ربنا بيرسلها لينا، عشان ربنا عالم بينا، ربنا خبير بكل حاجة بيعملها، قادر على كل شيء، لكن بيتركنا ويمهلنا عشان نتوب، ولازم احنا نتوب. دي كانت المقدمة بتاعت الدرس. نخش بقى نشرح ايه الدرس. كلنا كده نفتح الكتب.